الناس دي حرفيا انا محرجة جدا ان انا اطلع اعمل لها قيمة، لان هي بلا قيمة وبلا رباية وبلا اي شيء في الحياة. انا واحدة الحمد لله، بعيدا عن السوشيال ميديا عندي حياتي الخاصة، عندي شغلي الخاص، عندي حياتي اللي اقدر اتعامل واتعايش فيها مع الحياة العامة، مش مع اشخاص على السوشيال ميديا زيهم زينا بيتفرجوا وخلاص. دي اول نقطة. تاني نقطة بالنسبة لان انا بشارك حياتي الشخصية او معظم او جزء بسيط من حياتي الشخصية، فانا بشاركه. ليه بتشاركيه يا سما؟ عشان انتي حابة ان انتي تظهري حاجة معينة عشان شايفة ناس كتير بتحبها. لكن لو هنلاقي ناس بتكرهها، طز، احنا مش هيهمنا طبعا اراء الناس، بس لو في اقبال كبير على ده احنا هنبطل نعمله مش عشانكم، عشان احنا منتظرين لما نتجوز بإذن الله خلاص نبقى نتعامل براحتنا، عشان لو حد اتكلم نقدر نخزق صباعنا في عينيه. ليه؟ انتوا دلوقتي بتقولوا جهر بالمعصية عشان بيمسك ايدي، ده غلط كلنا نتفق عليه. لكن هل انت من حقك ان انت تيجي تطلع في فيديو وتطلع تتكلم وتطلع تعيد وتزيد؟ انت مش لاقي حاجة تقولها. ما هو انت بتتكلم على اللي من جيلك بس مش اكتر، عشان انت شايف ان انت عيل بشخة ما عندكش حياة، وطلع تتكلم على حد من جيلك قدر ان هو يعمل حاجة انت ما تقدرش تعملها. انت ما تقدرش تفتح بيت في الوقت ده، فتمام انت كشخص ما تقدرش تفتح بيت في الوقت ده، او انت لسه عيل بشخة، مفيش مشكلة نتفق على الكلام ده. انما هو شخص قدر ان هو يجي ياخد خطوة زي دي، واهلي شافوا ان هو شخص جدير بالخطوة دي، وقدروا ان هم يخلونا مع بعض. انت تعرف عننا حاجة؟ ما تعرفش عننا حاجة، انت عيل بشخة صدقني. وتطلع في فيديو انت ولا غيرك ولا هي ولا غيرها، تطلع تتكلم وهي تطلع تتكلم وتطلع تعيد وتزيد. طبيعي انت لاقي ناس ما شاء الله الضوء متسلط عليهم، الناس حباهم، في ناس كتير قوي بتتفرج عليهم وبتتابعهم، مش عشان يجلدوا ذاتهم، عشان بيحبوا الشخصية دي وبيحبوا الشخص ده، او بيشوفوا ان الشخص ده بيعبر عن حاجات هم بيعملوها، او بيعملوا ريبوست عليها عشان دي معظم حياتهم. فانت متضايق، انت متغاظ، انت حابب ان انت تروح تحكها في الشخص ده عشان تطلع ترند. انت اللي حابب تطلع ترند مش احنا، صدقني. عشان لو تدور علينا احنا، فانا مع واحد انا بحبه جدا وهو بيحبني جدا، طبيعي بيحصل بينا خلافات وبنرجع، بس احنا بنصور مع بعض، لا هو بيستغلني ولا بستغله، احنا بنصور مع بعض عشان احنا حابين بعض. زي مثلا انت لو في حياتك واحده هتيجي تتصور معاها او هي تتصور معاك وتاخدوها ذكرى مع بعض وتنزلوها عشان تفرحوا صحابكم ان انتوا بتحبوا بعض. فهمت احساسها؟ انت لو مركز فيها هتفهم احساسها، هتفهم ان احنا مش عاملين حاجه عشانكم، صدقني انتوا لسه عيال بشخه. لكن بالنسبه لينا احنا والله انا ممكن الاقي واحد دماغه صغيره ومراهق. انا عندي دلوقتي 19 سنه، انا بالنسبه لك ايه؟ عيله بشخ، تمام؟ بس العيله اللي انت شايفها دي انضج منك، ما بتطلعش تغلط في حد، وما بتعملش كومنت لما في حد ما بيعجبهاش، ما بتفضلش تنتقد وتعمل وتسوي وتلت وتعجن زيكو في حالها، ما بتعملش اي حاجه على السوشيال ميديا تضايق بيها حد عشان اهلها ربوها على ده. ولما بتحب او بيكون في جواها مشاعر، هي بتحب بس تفرح الناس معاها. وطبعا دي حاجة في شخصيتي انا مش قادرة اتحكم فيها، عشان دي حاجة كلنا احنا بيبقى عندنا حاجات ما بنقدرش نتحكم فيها في شخصيتنا مش اكتر. لكن بالنسبة بقى الناس اللي بتفضل تقول والله يا ستي ما حد مهتم، يا ستي ما طبيعي، ما هو المفروض ان انت ما تبقاش مهتم، ما طبيعي انت ما تبقاش مهتم، انت تهتم ليه بحياتي؟ بس تعالى اسالك كده سؤال، لو انت مش مهتم وانت مش مركز، ليه كل فيديو هتيجي شايفه ليا بنزله حزين تقول سابوا بعض تاني وهيفضلوا بقى هي تعيط ومش عارف ايه؟ ما هو انت كده انت رابط احداث الفيديوهات اللي انا بنزلها بحياتي الشخصيه، يبقى انت عيل ايه؟ بشخه. طب بس كده يعني انت الحاجة قدامك اهي وعمال تربط الاحداث ببعضها، فدي حاجة ما تلزمنيش ما تخصنيش، مش حاجة تعبني، دي مش حاجة تعبني. انا ما بطلعش ارقص لك على السوشيال ميديا، ولا بطلع اعمل حاجات مش كويسة، ولا رحت صاحبت ولاد وطلعت معاهم ترند على السوشيال ميديا، ولا انا ماليش في الكلام ده. انا الشخص اللي حبيته اتخطبت له وشكرا على كده، ولو في حد هيكون في حياتي وبعد الشر ماليش نصيب مع الشخص ده، فاللي هيكون في حياتي ولا يبقى اول واحد في حياتي مش اكتر. فلا كلامك يعنيني ولا كلامك هزني ولا ضايقني ولا اي حاجه، بس لا ترد عليه واعمل له قيمه، عشان الناس دي لازم يترد عليها، عشان لو انا ما ردتش عليهم هما هيسوقوا فيها، ولو انت سوقت فيها ما عنديش مشكله، انا اقدر ان انا ابدا ان انا ادافع عن نفسي وده من حقي، وابدا ان انا ارفع قواضي على الناس دي
ما عنديش مشكله والله. انا مش واحده فقيره ولا واحده ان انا مش هتقدر تعمل ده، ما عنديش مشكله. ربنا مديني حاجه الحمد لله، ابوس ايدي وش وظهر عليها، ان انا عندي قوه وعندي ورايا اهلي ان انا اقدر افسخك واقسمك نصين عادي، ما عنديش مشكله. وبس كده، شكرا. وشكرا لاي حد محترم بيتفرج ومش عاجبه المحتوى وبيقلب. سلام.